ميك اب المنتجات الجديدة من اسنس، والماركة دي اكتر ماركة تقريبا رخيصة في الماركت ومطلعة اللوك كده بالنظافة اللي انتوا شايفينها دي. وهنجرب كل المنتجات الجديدة دي النهاردة مع بعض ونشوف كده لايف تيست ليهم. اول حاجة البرونزنج دروبس، ودي نقط كده بتيجي على هيئة سيرم كده بيكون فيه شوية لون. وطبعا على الصيف البرونزنج دروبس دي هتكون اساسية في الميك اب، بتدي لمعة كده مع لون برونزي تحفة. كل الدرجات دي انا جبتها علشان نجربها مع بعض وهقول لكم كل واحده لايه. ده اول حاجه جيلي برايمر بيتحط تحت الكونسيلر علشان ينعم شكل الكونسيلر وما يبقاش فيه خطوط. وده الفاونديشن بتاعهم اللي هو شبه السيرم، بيعمل برضو لمعه على البشره. ده كونسيلر قديم جربته معاكم قبل كده. ودلوقتي هنجرب الكونتور ستيك ده الجديد. بصوا ازاي بجد سهل قوي قوي في الرسم، مش بتحتاجي غير بس ان انتي تعملي شوية خطوط كده، بيرسم بمنتهى السهولة. وريحته يا جماعة طلعت حلوة جدا. وده برونزر درجة تانية من نفس الستيك ده، عملت بيها كده فوق الكونتور. بعد كده جبت بقى البلاشر، والبلاشر لونه كان يجنن. دمجت كل حاجة والدمج بتاعهم سهل جدا وشكلهم تحفة على البشرة زي ما انتم شايفين. وبعد كده كان عندي تو باودر، دي فيها 3 الوان، ودي البنانا باودر الجديده، فاخترت البنانا عشان استخدمت معاكم التانية دي قبل كده وعجبني قوي ان هي بتيجي بالسبونج بتاعتها. ودي حركه كده فانسي قوي. البنانا باودر عاده انا جربتها قبل كده وكانت غامقه جدا عليها وما كانتش حلوه، بس دي الدرجه بتاعتها تجنن. وطبعا خفيفه جدا جدا، ثبت بيها بس الاماكن اللي بتخطط في وشي. الفينش بتاعها عجبني قوي قوي قوي. بصوا الفرق بين الناحيه اللي اتثبتت والناحيه اللي ما اتثبتتش. ده برونزر قديم من عند ايسنس بس واضح انا بحباه قد ايه واكلاه. وبعدين جربت معاكم بعد كده البلاشر ده، حطيته فوق الباودر وبرده كان شكله حلو قوي. نيجي على البلاشر الباودر المفضل عندي، ودي الدرجة الجديدة اللي انا جبتها من عندهم، بس هو اوحش حاجة فيه الباكج بتاعته دايما بتتكسر. برضو الدرجة الجديدة حلوة، كل درجات البلاشر ده حلوة وبتعمل لمعة كده على الخدود تجنن. ده الفرق بين الدرجتين. وده قلم حواجب برضو من عند ايسنس، بحبه جدا، درجته كده غامقة وسهل في الرسم، وبيجي معاه كمان فرشة في الغطا بتاعه، حلو قوي لو بتحبي الشكل طبيعي. وجبت الدرجة دي من الليب لاينر، نفس درجة الشفايف بالظبط، لو بتحبي حاجة طبيعية بتديكي تحديد خفيف وفي نفس الوقت شكله حلو. نيجي بقى على الليب اويل اللي مفيهوش كلام. انا بصوا ده مخلصه منه 16 واحده مثلا، وده اللون البني الجديد بتاعهم، حبيت اجربه معاكم عجبني برضو كالعاده. وبرضو دول مرطبات شفايف كان المفروض نستخدمهم، بس الليب اويل ما سمحش بقى بالموضوع ده لان هو رطب وعمل لون وكل حاجه. ده شكل الميك اب، شكله نظيف وكلين جدا جدا. لو انتي حابه ان انتي تجربي حاجات من اسنس ما تتردديش عشان حاجاتهم بجد تحفه، وسيبي رايك في كومنت.